سلام عليكم. السؤال اللي بيطاردنا كلنا، تتجوز ولا تفتح مشروع؟ في ناس شايفه ان الجواز بدري خطوه ذكيه، بيقول لك هتستقر بدري، هتلاقي حد يشاركك الحياه، اللي بيتجوز بدري بيرتاح بدري. ويمكن معاهم حق، لان وجود شريك حقيقي في حياتك بيديك دعم نفسي وعاطفي كبير، حد يشيل معاك او يفكر معاك او يسندك لما تقع، وده في حد ذاته طاقه بتخليك تكمل حتى وانت في وسط الظروف الصعبه. لكن السؤال الحقيقي هنا بقى، انت جاهز لكل ده؟ الجواز مش مجرد حفله ولا خروجات، زي ما احنا عارفين ان الجواز مسؤوليه والتزامات ومشاكل وحوارات وحاجات وليله كبيره قوي ساعتها. ومفيش حاجه هنا بقى اسمها انا هقرر لوحدي، لا ما عادش الكلام ده بقى، كل تفصيله فيها شريك حياتك وكل خطوه لها حساب. ولو انت بتحاول بقى تفتح مشروع لنفسك، فانت بالصلاه على النبي كده قدامك احلى تحدي، لان ساعتها وقتك ومجهودك وتركيزك بيتقسم لاتنين، لبناء بيت وبناء حلم. بس ليه ناس ثانيه بتحاول تبدا مشروع؟ لان ببساطه المشروع بيديك استقلال، مش بس استقلال في المال، لا ده استقلال في التفكير. اصل انت لما تبدا مشروعك بدري انت بتاسس قاعده لنفسك، وكل تعب بتتعبه دلوقتي هتيجي نسمره قدام. اصل هتعرف تشتري وقتك وتعيش براحتك، ووقتها لما تيجي تتجوز هتكون واقف على ارض صلبه، مش هتكون بس جاهز ماديا، لا هتكون فاهم اكتر وفاهم نفسك اكتر وعارف تختار شريك حياه. لكن ده مش معناه ان الطريق سهل، لان الطريق ده معناه تضحيه وعزله ووحده وخوف من الفشل، وفي عز ما بتنجح ممكن تحس انك فاضي او مفيش حد حواليك او يفرح معاك او يسمعك في لحظه تعبك. بقول لكم ايه، يعني ينفع نوفق بين الاثنين؟ ده مش محتاج معادله ذكيه جدا، لا ده محتاج شريك فاهم وواعي طبيعه المرحله اللي انت فيها، مش بيقارنك بغيرك او بيستعجلك في خطوات مش وقتها. لو قدرت تلاقي حد بيشوف فيك حلم بيتبني مش بس بيتكون، وقتها بس ممكن انتوا الاثنين تبداوا سوا تبنوا بيت ومشروع في نفس الوقت. بس على فكره لازم انتوا الاثنين تشوروا بعض، مش طرف واحد بس. في الخلاصه كل طريق بيديك مميزات وعيوب، يعني الجواز في السن دوت بيديك استقرار، لكن ممكن يسرق منك وقت تبني في نفسك. المشروع ممكن يديك الحريه، لكن ممكن ياخد منك دفء العلاقه وحس المشاركه. القرار الصح هو القرار اللي على مقاسك انت، مش على مقاس المجتمع ولا كلام الناس ولا ضغط الظروف. اسال نفسك سؤال، تقول هو انا ممكن اشيل مسؤوليه حد تاني، ولا انا محتاج اركز على نفسي الاول؟ طب هل معايا شريك بيساعدني احقق حلمي، ولا لسه مستني شريك يفهمني؟ في النهاية مفيش وقت مثالي، بس في وعي مثالي باللي يناسبك. اصل الجواز مش نهاية الطموح ولا المشروع نهاية العلاقات. ابدأ بنفسك وفكر بعقلك. وكده خلص الفيديو، ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك. سلام.